يا اتحاد يا دولي، فضيحة هي في كأس العالم، فضيحة في كأس العالم اهو. الجزائر والنمسا يا جماعة متفقين اللي هما يتعادلوا مع بعض عشان يخرجوا فريق عنده طموح زي منتخب الأردن. أيوة الأردن كان عنده طموح. انا اللقاء ده من الدقيقه 85 للدقيقه 91 بين النمسا والجزائر. انا شايف الجزائر بتلعب تقسيمه في تدريبات. قلت يا عم معلش، بس قلت في عقل بالي الناس دي بتمثل والناس دي بينها اتفاق. قلت يلا يا عم مش عايزين نظلم حد. لقيت الجزائر جاب الهدف. جينا نسترا دابا تخيل معايا بان النمسا والجزائر تفاهموا في كاس العالم بانهم في هذا الماتش هذا الجاي خصهم يخرجوا التعادل باش يتاهلوا بجوج بيهم. شكون المخرج ديال هذه المسرحيه؟ شكون؟ باينه تمثيل معايقه، زعما اتفقوا باش يخرجوا عدد اهداف ويكونوا هدافه ويطلعوا رصيد ديال التهديف. اش هاد البساط؟ فضيحه وعار على الشعب الجزائري، فضيحه ما تليقش بالجزائريين. ايه ده؟ انتهت المسرحيه بنتيجه 3-3، مسرحيه منتخب الجزائر ومنتخب النمسا، لان ما ينفعش تقول عليها مباراه لانها مسرحيه خلصانه بالاتفاق. تخيل لأول مرة تحصل في التاريخ رياض محرز يسجل، رياض محرز يبقى زعلان والجزائر زعلانة والمغرب سعيد. الجزائر يدخل فيها جون التعادل 3-3، الجزائر كلها تبقى سعيدة والمغرب حزين. أنا عمري في حياتي ما شفت كوميديا كده. الحمد لله بهالطريقة هاي أو بهالشكل هذا انتهت المسرحية، عفوا المباراة بين النمسا و قلت المشكل الكبير والخطير في هذه المباراة بين النمسا والجزائر راه ما كينحصرش فقط في تعمد إقصاء الفريق الإيراني، راه كيتعمد حتى تزوير الإحصائيات في بطولة كأس العالم وفبركة إنجازات وهمية. لأن فاش كنخليك تسجل عليا 3 الأهداف وكيسجل منهم محرز 2، فأنت كتصنع من إنسان هداف وهمي وكتظلم الفرق واللاعبين والهدافين اللي خطير. هذاك الشيء اللي وقع من بعد الماتش ديال النمسا والجزائر، نورمالمون كانوا فاهمين على التعادل، لكن محرز كان غادي يقولبهم وماركا عليهم بيت في الاخر، الوقت اللي ما بقاش لهم الوقت هما فين يجيبوا التعادل. ما تفهموش كيفاش حنا اتفقنا على التعادل وانتم سميتو فضيحه كنساس. بكري كانت فضيحه خيخون، دوكا فضيحه كنساس خالتي برجوله ماتش مليون. فضيحة خيخون تتراجع للمركز الثاني. وانتم على بالكم والاربيط على باله ومام بنبوط على باله وخالي على باله عمي على باله، شاولا سركم في بير ما كاش لي هذا. النمسا اتفقوا على التعادل، اقص ايدي والله اذا ما كانوا متفقين من تحت الطاوله على التعادل. الجزائر ضد النمسا مباراة فاسدة متفق عليها. فضيحه كرويه في مباراه النمسا والفريق الاخر. المباراه اللي شغاله دي مسرحيه. طبعا لو سالت اي مشجع جزائري يقول لك احنا عايزين يجي فينا جون عشان نلعب سويسرا ما نلعبش اسبانيا، معروفه. العالم كامل شاف الشوهه ديالكم، شاف الفضيحه ديالكم. لقد تمت المسرحيه بنجاح، شفناكم كل شيء. مسرحيه كرويه بدراهم جزائريه كالعاده يا ساده. فضيحه كرويه في مباراه النمسا